يسعد مساكم، ان شاء الله تكونوا بخير. هلا اليوم هيك جاي على بالي احكي لكم بعض الذكريات، اشي قريب وشي بعيد. فاليوم هيك بيخطر على بالي فكرة العلاقة بالحيوان ما بين عنا وما بين عند الغرب. آه، احدى السنوات لما بعد ما جيت على المانيا دخلت المستشفى، وبالمستشفى في عنا يعني مكان للتدخين مثل التراس خارجي، ولكن موجود لكل من يريد أن يدخن. فكنت أنا بالمستشفى أيام أطلع على التراس هذا وألتقي هناك بالمدخنين. من هالمدخنين تنتين نسوان، يعني وحدة بالخمسين وحدة بالخمسة وخمسين هيك شي يعني. فصار في ألفة بالحكي بيننا قدر الإمكان، يعني كنا نتفاهم على اللغة اللي نحكي فيها. فيعني هالألفة هاي خلتني أتجرأ ونجيب سيرة العلاقة بين الزوج والزوجة، شلون ممكن تكون المقاييس شو الأعمار المناسبة. فأنا طرحت فكرة، قلت لهم أنا هاي الفكرة يعني الحقيقة سمعانها من أجدادنا ومن كبار العمر عنا، يعني ما بعرف قديش صحتها، بس إنه يمكن كانوا يلاقوها يعني حقيقة. فقلت لهم عندنا العمر المناسب للرجل هو عمره تقسيم 2 زائد 7. يعني مثلا أنا عمري 62 سنة، تقسيم 2 31 زائد 7 38. بعدين قلت لهم وانا عاد الرجل بحق له يتنازل يعني، وانا مستعد اتنازل بدل السنتين عن 12، بتنازل عن 12 سنة بصير ب50. يعني بعمركم بعمر وحدة منكم، او يعني بصير تناسبني اي وحدة منكم من هذا الحكي. هلا انا عم بحكيها بطريقة فيها مزح وفيها جد، لكن هي الحقيقة وصلتهم كفكرة انه شو هاي. بعدين قالوا لي هاي رياضيات، منين جايبها هاي الفكرة؟ فانا قلت لهم فورا من فيثاغورس، الفيلسوف اليوناني فيثاغورس. سمعوا بكلمة فيثاغورس ضربوا فرام، يعني انه والله من فيثاغورس. هلا انا الحقيقة يعني كان قصدي الزقها بظهر فيثاغورس حتى يعني شوي هن ما يقعدوا ياخذوها كلام خزعبلات يعني. فتركتهم، يبدو انه فكروا سكتوا. قلت والله وصلت الفكرة معناها. هلا بعد كم يوم التقيت بالصغرى اللي اصغر من الثانية، فطرحت عليها الفكرة. قلت لها يا سيدتي، انت قلتي انك بتعيشي وحدانية وحيدة ببيتك، وانا وحداني اكثر منك واعيش وحدي في بيتي، فشو رأيك نحط جبناتك على خبزاتي ونعيش سوا؟ هلا هي قالت فاس 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 فاس، يعني شو فقلت لها خير ان شاء الله مثل ما سمعتي. قالت ومين قال لك اني انا وحيده؟ مين قال لك اني انا وحيده؟ انا مو وحيده، انا عندي كلب. اوف. انا الحقيقه ضربت فرام. بعدين طبعا عرفت انه الالمان الوحدانيين بيستعيضوا عن الزوج وعن الصديق وعن الحبيب وعن الولد حتى بتربية الكلب، إن كان رجل أو امرأة. هون الوحدانيين يعني في فوق المليونين من الوحدانيين أو اللي عايشين وحيدين في بيوتهم من الألمان، بفضلوا هيك وبيقتنوا كلب. هيك صاير الأمر يعني. طبعا أنا قلت لها سامحيني لجهلي وأنا آسف جدا، وخلص كرمال كلبك لأشتري كلبة تناسبه بالعمر وتناسبه بالرواق، وبس نزورك بزورك أنا والكلبة تبعي. إيه، الثانية تخرجت بالمستشفى قبلي وراحت، أنا قلت كلمة وقلناها وانتهت القصة. في عنا صديقة مشتركة كانت تجي تزورها وتزورني أيضا،
هاي كانت حقيقة كتير تساعدنا، تساعد اللاجئين بالذات، يعني هيك خدمة مثل ما بيقولوا لوجه الإنسانية، مو أكثر من هيك. وهي الحقيقة من الشيوعيين اللي تركتهم ألمانيا الشرقية، هي كانت من شيوعيي ألمانيا الشرقية، وتوحدت ألمانيا ولكنها لا تزال على مبادئها الشيوعية. ايه، وهذا الكلام يعني هي ليش بتحب السوريين؟ قال لأنه هي لما كانت بالجامعة كانت تحب واحد سوري، وهذا السوري تعرف عليها، على أهلها، تعرفت على أهله إلى آخره، فيبدو راحت لعندهن. فقالت لها أمها أم الولد أنا مستعدة إني أقبل وأهلا وسهلا ومنرحب فيكي، لكن عندي شرطين: تأسلمي وتتحجبي. فهاي طبعا ما تم الأمر، وعندها يعني دائما بتظل تردد الفكرة الماركسية اللي بتقول الدين أفيون الشعوب، وما تم الأمر، لكن ظل عندها في نفسها حب حقيقي لكل السوريين، يبدو كانت تحبه منيح يعني. فالمهم هاي قالت لي شاهر اتصلت في فلانة وقالت لي إنه تجي تجيبك وتجي لعندي. قلت لها ايه ما في مشكلة. قالت لي جهز حالك، هي معها سيارة، طلعنا على روستوك أنا وجابي. فهذيك رحبت وأهلت وسهلت، شفنا يعني ضيافة على الطاولة، حلويات، مكسرات، حتى عصير. أوه يا حلاوة أم شتيفان، عروس مروعة حقيقة يعني. فالمهم فتحنا الحديث وحكينا. جابي هي من النوع اللي بيحكي إنجليزي وروسي وما بعرف شو كمان يعني، فعملت التواصل بيننا ووصلت الأفكار تماما، واتفقنا وانتهت الأمور على خير. فقبل ما نغادر بعد شي ساعتين، ضلينا بعد شي ساعتين قلنا لها خاطرك؟ قالت لها جابي شو يا صديقتي، امتى شاهر بده يجي لعندك، ولا اخليه عندك من هلا، ولا شلون؟ هذيك شوي فكرت هيك بلحظة وقالت نايم، يعني لا. لك اوف خير، ماذا طرأ عليك يا ام شتيفان؟ الله يرضى عليك، شو القصة؟ قالت لها انا يعني وازنت بالموضوع بصراحة. بدي اقول لكم شتيفان ابني موسيقي وبيعمل حفلات بالدول المجاورة وبدول أوروبا كلها، وبيغيب. لما يضطر يغيب بيخلي الكلب عندي، ما عنده حدا، هو وحداني كمان ساكن، فبيخلي الكلب عندي. وأنا فكرت ووازنت، فقلت الكلب أهم، يعني ما أستطيع يعني أبدأ. طبعا هي ما قالت أبدأ من شاهر أو أهم من شاهر، بس من دون ما تقول في نقط مبين إنه يعني أهم من شاهر وانتهت القصة. حتى في ناس بيقولوا لي يا شاهر لا تحكي هيك على نفسك ورجاء. يا عمي أنا عم أحكي حقيقة موقف، وهذا الموقف بالنسبة لي بيضحكني أيضا. فلما يعني وصل هذا الكلام إلي، فقامت بردت قلب جابي، بردت قلب هيك بسؤال، وقالت لها يعني ما بتستطيعي تجمعي اثنين مع بعضهم، شاهر والكلب؟ أم شتيفان قالت لها ناين لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. فأنا بهيك مواقف عادة بضحك، ضحكت مو ضحك حتى مسكت خواصري، خفت ما ينفرطوا مثل ما انفرط مشروعي مع أم شتيفان بسبب كلبها العزيز أو كلب ابنها.